ازيكم جميعا. انا مروة سامي، والنهاردة هنتكلم عن حاجة بتهم كل الفنانين اللي نفسهم وحلم حياتهم ان هم يطبعوا شغلهم على منتجات ويبيعوها. طبعا اي حد بيرسم فكرة ان انت تقدر تحول الرسم بتاعك لمنتج مفيد وتبيعه، خصوصا في مجتمعنا العربي، لان هو اللي بيقدر الحاجة العملية مش مجرد فن من اجل الفن للأسف يعني. ما فيش بيبقاش فيه تقدير قوي للرسم زي في أماكن تانية. فكلنا يعني أكيد، يعني ما فيش حد ما عداش بالاستراجل أو بالأزمة دي، إن هو عايز يحول شغله لمنتج مفيد الناس تحب تقتنيه بشكل مش مجرد بس لوحة على الحيطة. أنا أول ما بدأت رسم بدأت 2015 على ما أعتقد، 2015. كنت برسم على لوحات، وبقى عايزة أعمل معارض، وكنت داخلة في الموضوع اللي هو حابة ان انا اتعلم التلوين والفن التشكيلي وكده. وعملت كذا معرض، وعملت حاجات، وكانت الدنيا كانت جميلة جدا وكل حاجة. بس بتيجي عند بوينت بتبقى بتفقد ثقتك في نفسك، وحاسة ان لا، الموضوع مش ماشي قوي. عشان تبيع لوحة الموضوع تقيل جدا، وبياخد وقت رهيب ومجهود فظيع. ومش اي حد الناس عايزة حاجة مش غالية ومش متعوب فيها. فشوية بتخبط في شوية احباطات كده. فبدأت في 2018، كنت خلاص حاسة بإحباط فظيع. فبدأت أعمل حاجة عشان ما اسيبش الرسم وفي نفس الوقت أبقى مكملة. عملت سيريس كده اللي هو كل يوم هرسم بورتريه وانزله على السوشيال ميديا. آم، عشان بس ايدي ما تقفش، عشان كنت خلاص يعني هسيب الموضوع، مش هكمل رسم. بس كنت حابة ان انا كل يوم ارسم رسمة صغيرة. وفعلا لما عملت كده على الانستجرام الموضوع على اخر 100 يوم لقيت نفسي عندي كمية بورتريهات فظيعة. واستخدمت بقيت استخدم الوان ماركرز والوان مية وحاجات كتير جدا. بقى عندي مجموعة. كل الصور اللي قدامكم دي كانت من ايام 100 يوم. من كتر ما كان في كومنتات حلوة على السوشيال ميديا، وكانت الناس حابة قوي الشغل بتاعي. فكرت قلت طب ما انا ليه ما اطبعش الشغل ده على نوت بوكس وابيعهم. لان كان ساعتها الورق صغنون لسه عندي لغايه دلوقتي. ممكن في فيديو تاني ابقى اصوره لكم لايف التشالنج بتاع ال 100 يوم ده. المهم لما جمعت كام صورة عجبني او كام بورتريه كان ساعتها واخدين اكتر لايكات، وقررت ان انا اعملهم او اطبعهم على نوت بوكس. ايه بقى اللي حصل؟ الموضوع بسيط جدا. انا صورتهم بكاميرا الموبايل اللي هو سامسونج، مفيهوش اي كاميرا عبقرية، كاميرا عادية جدا، اقل من العادية. وكنت بعمل ايديت بسيط جدا بتاع الصور اللي هو على الموبايل، اللي هو الاضاءة والمش عارفة والاكسبوجر والحاجات العبيطة دي. وبعد ما بحاول الصورة تبقى واضحة لقد ما اقدر، كنت ببعتها للمطبعة، بقول لهم عايزة نوت بوك مقاسات كذا في كذا، والصفح من جوه فاضية او مسطرة. هو بيعمل لي النوت بوك. طيب ايه المطبعة؟ مين واسم المطبعة ايه؟ انا فعلا مش فاكرة، لان الكلام ده كان من 2019. بس اي مطبعة بتعمل الحاجات دي، الموضوع مش محتاج حد معين. يعني انت لو سألتوا اي مطبعة هتلاقوا كذا مطبعة بتعمل التفاصيل دي. طيب الحاجات دي اتباعت ولا ما اتباعتش؟ ايه اللي حصل؟ انا كنت ساعتها اكتب على السوشيال ميديا على الانستجرام في حاجات اتباعت. يعني مثلا الصورة دي كنت خلاص عرضتهم في معرض الكتاب. دي صورة ليهم من معرض الكتاب، ونزلتهم في كذا مكتبة. هنا حد بعت لي بيقول لي انا بس اشتريت النوت بوك عشان الرسمه اللي عليها. ليه؟ لان انا كنت عامله رحله 100 يوم. الناس متابعيني بقى لها 100 يوم، كل يوم مستنيين البورتريه الجديد، وبقعد اكتب تحتيه قصه. وعامله فيه كان في تفاعل مع الناس. وهنا مثلا هنا كنت بدات استخدم الوان الميه، وحطيت باترنز بالماركرز. كنت شغاله جامد في الموضوع ده. بعد كده ايه اللي حصل؟ بدات اخش في عالم الديجيتال ارت. ليه؟ مش عشان حاجة الألوان وإنك ترسم بإيدك على حاجة اللي هو التراديشنال ارت أو الفن التقليدي بالألوان والفرش. ده تحفة والواحد مقدرش يستغنى عنه. بس أنا ساعتها كنت محتاجة أجرب الديجيتال ارت وأعرف الدنيا ماشية ازاي، وبحاول أطور نفسي في الجزئية دي. فساعتها جبت
جبت تابلت سامسونج، ما كانش ايباد ولا حاجه، تابلت سامسونج. ونزلت عليه برنامج سكتش بوك. كان برنامج بدائي جدا جدا، يعني دلوقتي متطور اكتر، بس كان اكتر حاجه ساعتها برنامج فري واقدر ان انا اشتغل عليه. وعملت كولكشن بتاعت نوت بوكس برضو، كانت الفكره بتاعتها الابراج، وكانت ناجحه جدا الحمد لله، وكانت كويسه واتباعت كويس. بعدين بدات اخرج من موضوع النوت بوكس، وبدات اطبع على توت باجز، واطبع على هوديز. كل ده كان موضوع بسيط، كنت بجيب يا اما مكان عنده توت باجز وبيطبع عليهم، وانا بقول له بس بديله الرسم هو بيطبع، يا اما انا بجيب التوت باجز وابعت للمكان يطبع لي عليها. طيب ايه شروط الطباعه؟ عشان في ناس كتير جدا كانت بتسالني ايه شروط الطباعه، يعني انا اطبع ازاي. انا في المرحله دي زي ما قلت لكم هنا، كان حضرتك برسم بايدي وبصور بكاميرا وببعت الصوره، مفيش اي تكنولوجيا في الموضوع، مفيش اي حاجه صعبه. وفي المرحله بتاعه سكتش بوك برضو ما كانش في اي حاجه صعبه، لان زي ما قلت برنامج كان بدائي للغايه، كانش في بقى تعديلات للطباعه ولا CMYK ولا RGB ولا اي شروط. كنت مجرد ببعت الصوره، حتى كنت ببعتها جي بي اي جي، ما كنتش ببعتها PDF ولا حاجه، وكانت بتطبع عادي، كانتش بتقول لا. يعني هنا كنت لسه مستلمه النوت بوكس ومصوراهم ومنزلاهم عندي على البيج. الموضوع كان سهل جدا ومفيهوش اي حاجه. هنا طبع على توت باكس كتيره جدا، وكلهم الحمد لله اتباعوا. زي ما انتم شايفين الموضوع مكانش فيه اي صعوبه، وكان ساعتها شغال على برنامج سكتش بوك مش بروكريت، وده برنامج بينزل على الموبايل، يعني ممكن تشتغل على الموبايل وتصور من وانت على الموبايل بتاعك من غير اي تفاصيل ومن غير اي حاجه. طيب بعد كده بقى ايه اللي حصل؟ جبت برنامج بروكريت وبدات اتعلم واخد كورسات وافهم اكتر في موضوع الطباعه. فاكتشفت ان في كذا شرط للطباعه انا ما كنتش عارفاه. ايه كذا شرط دول؟ خليني اكتبهم عشان يبقوا واضحين. هي المفروض انها شروط، بس انا يعني لا اؤمن بيها، لان انا زي ما وريتكم الصور اللي فاتت دي كلها، كل ده كان شغل من غير اي شروط من الشروط دي. المفروض عشان تطبع حاجه محتاج ان الكالر بروفايل او الالوان اللي انت شغال بيها على مود معين. في 2 مودز على الموبايل، في RGB وفي CMYK. ده هنشتغل بيه لو احنا هنرسم الرسمه وهنعرضها على شاشه، هنزلها على السوشيال ميديا، هنزلها على اليوتيوب، هنزلها على الفيسبوك، هنزلها في اي حته. ده للشاشات. لكن CMYK للطباعه. لما اشتغلت بعد كده في قصة الأطفال، كان شرط أساسي من الناس اللي بتشتغل في دار النشر إن أنا يكون الكولر بروفايل بتاعي على CMYK، لأن البرينتر ما بتلقطش يعني RGB، تبقى الألوان مش مظبوطة، فلازم للطباعة يبقى CMYK. تمام. طب ده أنا بعمله إزاي؟ لو أنا شغالة مثلا على سكتش بوك، لو الفيرجن بتاعت سكتش بوك دي على ايباد او على تابلت مش على ديسكتوب، مش هعرف اعمل الحاجات دي، مش هعرف اعدل CMYK والRGB. لو انا شغاله على برنامج سهل او مش سهل، بسيط زي سكتش بوك، بس سكتش بوك دلوقتي طلع منه فيرجن بفلوس، ممكن ساعتها اللي هو ده برنامج اللي قصدي عليه ده سكتش بوك. بس لو عندك فوتوشوب الموضوع سهل قوي جدا انك تعدل موضوع الكولر بروفايل. تعديل الكولر بروفايل قبل ما تبدأ الرسمة بتاعتك من على بروكريت بيتم كالآتي. انا لو عايزة اجيب بعمل علامة البلس اللي فوق دي عشان اجيب الرسمة بتاعتي، بعدل. شايفين علامة النيو كانفا، علامة البلس اللي جنبها دي لما بندوس عليها بيجيب لي الشكل ده. ايه الشكل ده؟ اي مقاس بقى انا عايزاه. لو انا مثلا بعمل نوت بوك ماشي وعايزه له مقاسات محدده، انا بعمل الكفر الخارجي بس وعايزاه مقاسات مثلا 15 في 20، فبختار هنا سنتيمترز واكتب 15 واكتب هنا 20. تمام. ولازم DPI دي حاجه تانية مهمه جدا جدا في الطباعه، DPI يبقى فوق 300. ممكن تزوده تخليه هنا 350. طول ما هو فوق 300 طول ما انت تمام في الطباعه. تمام. نيجي هنا شايفين كلمة dimensions تحتيها في ايه؟ color profile. لازم اتأكد ان الcolor profile بتاعي على CMYK مش على RGB. ده RGB وده CMYK.
تحتيه في حاجات كتير كده انا عمري ما استخدمتها. انا بعمل على جينيريك CMYK بروفايل، وده اللي بشتغل بيه على طول. وده اللي بقى لو انت كده عملت كده، لو انت دايس على CMYK انت كده تمام. هتدوس كرييت فوق اهي، كرييت هيعمل لك الفايل بتاعك لو ده الكفر الرئيسي اللي انت عايز تعمله. ولو جينا فتحنا الالوان هتلاقوا الالوان بصوا بهتانه ازاي، عشان CMYK مش الالوان مش فاقعه زي RGB. هوريكم الفرق لو فتحنا الفايل الصوره اللي جنبها. ده المفروض ان ده عادي، مش بص الالوان فاقعه ازاي عشان ده RGB. ده الوان مخصصه للشاشات مش للطباعه. طيب كده ايه، احنا قلنا الشرطين بتوع RGB واللي هو سوري CMYK ده مخصوص للطباعه. وحاجه كمان ان DPI يبقى فوق 300، فوق او 300 يعني ستارتنج بداية من 300 فيما فوق. تمام، دي شروط للطباعة. طيب ببعت الفايل بتاعي ازاي للبرنت شوب ايا كان هو ايه البرنت شوب؟ ببعته ايه الفورمات اللي ببعت بيه؟ في ناس بتطلب فايل PSD فوتوشوب، بس معظم الناس اللي اتعاملت معاها كانت بتبقى عايزاه PDF عادي عشان يبقى واضح. بس PDF مفيهوش اي حاجه ولا اي حاجه صعبه. يعني الاشارب ده اللي انا طبعته والتوت باج والنوت بوك، الثلاث حاجات دول مبعوتين من على بروكرييت PDF، مش اي حاجه تانية ولا PSD ولا اي حاجه. انا لما بشتغل بعمل الديزاين بتاعي باجي بسيبه من هنا من كلمه شير. في هنا كذا اختيار قدامك، بروكرييت PSD PDF JPEG PNG TIFF PDF. دايما بيطلبوا PDF او PDF اسهل حاجه بقوم بعتها PDF وخلاص. لو طلبوا PSD ببعته PSD، لو طلبوا اي حاجه. بس طبعا قليل قوي لما بيطلبوا JPEG علشان ده بيبقى اقل فورمات وبيبقى مش الريزولوشن بتاعته مش بتبقى كويسه. طيب نيجي بقى لتاني اهم سؤال، طبعتي فين؟ ايه اماكن الطباعه اللي طبعتي فيها وكانت كويسه؟ الاشارب ده انا طبعته في عند مكان اسمه، ثواني اجيب لون قوي ولا ده هيمشي؟ ماشي، فابريك شيك. مش باين، هجيب لون فاتح عشان طبعته عند مكان اسمه فابريك شيك. هتلاقوه فين؟ هتلاقوه على الفيسبوك عادي جدا. فابريك شيك ده بيطبع على كل انواع الأقمشة. بيطلب بتخش، وممكن على فكرة كمان يعمل لك الطرحة ويقفلها لك وكل حاجة كسكارف. ومش بس بيعمل سكارفات، ممكن بيطبع على أقمشة كبيرة، وبيطبع على كل انواع الأقمشة تقريبا حتى أقمشة المايوهات. فده لطيف جدا. واتعاملت معاه قبل كده. في ناس تانية، طبعا في ناس تانية كتير، بس دول اللي انا اتعاملت معاهم. لو حابين في فيديو تاني اعمل سيرش اكتر على ناس اكتر واقول لكم على اسامي ناس اكتر، ما عنديش اي مشكله. طيب التوت باج والنوت بوك دول انا عملتهم فين؟ عملتهم عند مكان اسمه برنت، ثواني اصور بس ده شويه. برنت يور ديزاين. ده موجود فين؟ موجود برضو على الفيسبوك عادي جدا. هتلاقوه موجود على الفيسبوك اسمه print your design. دول اللي انا اتعاملت معاهم، ودول اتعاملت معاهم قريب من سنتين ولا حاجه، ففاكره اساميهم عشان كده. لكن التانيين القدام انا بصراحه مش فاكره كانوا مع مين، ومش ما كنتش بطبع لوحدي برضو، كان في ناس معايا بتساعدني، فانا فعلا مش فاكره الاسامي لان كان من زمان. بس ممكن لو عايزين قوي الاسامي ندور عليها. طيب هنخلص على كده؟ لا مش هنخلص على كده. ليه؟ لان في حاجه مهمه قوي محتاجين نعرفها. مش كفايه انك تبقى عارف تطبع على منتجات وموضوع البيع مشكله. يعني ايه مشكله؟ لان في منتجات وفي منافسات كبيره جدا، فانت مش بس محتاج يبقى الفن بتاعك حلو قوي عشان يظهر ويبان، انت محتاج حاجات سكيلز تانية غير الرسم، وسكيلز تانية غير الطباعه. اول حاجه مهارات للبيع، مهارات البيع.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم يكون عندك تواجد مهم جدا على السوشيال ميديا، تفهم يعني ايه personal branding. يعني ايه personal branding؟ يعني لو الناس عارفاك، لو الناس متابعة شغلك ومرتبطة بالقصة بتاعتك هتشتري حاجتك. لكن ما تطبعش على برودكتس وتعمل منتجات فظيعة وبعدين تنزلها على السوشيال ميديا فمحدش هيبص عليها لان انت محدش عارفك، فهتلاقي نفسك هتحبط ومش هتعمل حاجة. ففي حاجات لازم تتعلمها الاول، مهارات للبيع، سوشيال ميديا، بيرسونال براندنج. في حاجات كتير المفروض تظبطها الاول وقبل ما تبدا تفكر في انك تطبع شغلك على حاجات، لان في فنانين كتير جدا ممكن المهارات بتاعتهم ما تبقاش احسن مهاره، بس هم عندهم المهارات دي قويه جدا، فبيقدروا يبيعوا شغلهم وبيقدروا يسوقوا لنفسهم وبيقدروا يظهروا اكتر حاجه. فمش مش قصدي بالكلام ده ان انا احبطكم، لا، لازم تجربوا، ما تخافوش من كواليتي الطباعه، جربوا مره واثنين وثلاثه عشان توصلوا لاحسن، تعرفوا ايه احسن مطبعه شغلكم هيبقى حلو فيها، تعرفوا ايه المنتج اللي انتوا عايزين تعملوه. واهم حاجه وانتوا بتعملوا البروسيس دي تتعلموا ازاي تقدموا نفسكم للناس، وتتعلموا ازاي تطوروا والناس تعرفكم وتحب الشغل بتاعكم وترتبط بيه عشان تقدروا تبيعوه. شكرا على وقتكم، يا رب ما اكونش طولت عليكم. لو في عندكم اي اسئله في الحكايه دي ابعتولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليها.